احنا حقنا نحشموا على رواحنا. اللي شادين الكوره في تونس يا مكرم، اللي شادين في كوره تونس بالحق شابوبا للشقال المغاربه، اعطونا درس في كل شيء. شوف فوزي لقجع كنا نهاجموا فيه قداش مره، انتقدناه، لكن الراجل هذا يخدم في بلاده، يخدم في كوره بلاده. تحب تقول لي عنده ماكينه؟ عنده ماكينه مصاب. اللي عنده ماكينه هنا يخدموا بلادهم ويخدموا تونس، اللي عنده ماكينه يخدموا في مصالحهم الخاصه، اللي عنده ماكينه يخدموا في مصالح الهياكل نتاعهم وفي مصالح أندية معينة عندهم معاهم مصالح خاصة. أما الكرة القدم التونسية مصالحها اللي تذهب للجحيم حسب الناس هذوما اللي شادين كرة القدم التونسية. الناس هذوما تو التاريخ يحسبهم. شوف فوزي لقجع شنو عمل في المغرب، شوف المغاربة في التوب، شوف المغاربة حديث العالم، واحنا حديث الطاس كل مرة تصرخ على ميلاد الفساد الرياضي في تونس، على التجاوزات الرياضية في تونس، على الظلم في العظيم. كنت جيت أنا رئيس جامعة تو حالا نخرج في منبر إعلامي ونقدم استقالتي أمام العموم ونعتذر على الدمار الشامل اللي خلفته لكرة القدم التونسية. عادي سنقري عنده. مش هعطيك مثال المغرب لأنه مثال يحتذى به ويدرس. المغرب في 2009-2010 الملك السادس عمل أكاديمية باش نعطيك شنو صار، لأنها راهنت على التكوين وراهنت على البنية التحتية. تنجمش تلعب كورة بنية تحتية متهرة. نقول لك المغرب توا مغرب عندها أكثر من 276 ملعب عشب اصطناعي وأكثر من 70 ملعب عشب طبيعي. عندها 6 ملاعب أومولوجي من الفيفا ومن الكاف. المغرب تقدمت بطلب انها تنظم كاس العالم 26 بالمشاركه، ما ربحتهاش، خذتها الولايات المتحده الامريكيه، ومش تعمل 2030 مع اسبانيا والبرتغال. ثقه كبيره وتعرف ايش قاعده تعمل. التكوين اللي نقول لك عليه اكاديميه محمد السادس، فما 3 من اللي يلعبوا مع ليكيب ناسيونال في 2022 وصلوا مربع ذهبي في الكوب دي موند، فيهم 3 مركز التكوين هذاك، عزين أناحي ونايف أكرد ونصيري من الأكاديمية هذيك. UDC تو أقل من 17 سنة نهائي، يبقى نهائي برك. النهائي فيه 9 ملاعبية من مركز الأكاديمية نتاع محمد السادس. مراكز تكوين جهوية بعثتها توا في العيون والقصر وفي أغادير، يعني شيء كبير على البنية التحتية. الجامعة المغربية لأنه فما إرادة سياسية، فما تفكير نتاع جامعة وتمشي نتاع جامعة مغربية اللي حد توصل لهدف معين. حتى الكرة القدم النسائية تطورت في المغرب. نقول لك كأس افريقيا نهائي وصلت سيدات المغرب 2022. الجيش الملكي سيدات بطلات افريقيا في 2022 تشعر كأس العالم. يعني كرة القدم المغربية إناثا وذكورا مزدهرة. أول فريق أول كرة قدم نسائية في العالم تعمل 2 مستويات محترفة نتاع نساء في المغرب. اليوم كي نلقى U23 مازالت كي عملت فينال هزته U23 ولا هزته بون بلاعبين كلهم من برا. PSV يعني زلزولي نتاع برشلونه وبتاع PSV وبقراوي يلعب في تونس، ملاعبيه يلعبوا لبرا. لكن اليوم قاعده تكون المغرب ورجعت للتيرانات نتاعها ورجعت للتكوين. هذه اللي عمل توا اليوم يدرس. اليوم نعطيك حاجه بعد اللي عملته في الكوب دي موند، تحلت العينين الكل على المغرب، الناس الكل حلت تتقن علاش المغرب وصلت هكا. اذا يبقى فما اراده سياسيه، فما اموال ضخت واستثمرت في كرة قدم والأدمغة موجودة. وفوزي لقجع خليني نقول لك اليوم يخدم خدمة كبيرة في المغرب على مستوى العلاقات الدولية. اليوم 44 اتفاقية عملتها الجامعة المغربية مع دول افريقيا. اليوم المغرب يا صاحبي تساهم في بناء ملاعب في افريقيا. اليوم المغرب نمشي معك لبعيد، تنظم في ملتقيات ومقابلات دولية نتاع فرق أخرى في المغرب. هنا تربط علاقاتها، هنا تكبر علاقاتها، وهنا إشعاع الكرة المغربية. إن شاء الله نحن تتوفر إرادة سياسية وتوفر الأموال باش نعملوا هكا. هنيئا لأشقائنا في المغرب، في الجزائر، في مصر، في قطر، في كل البلدان العربية. ما نكونوش قاسيين على الواحد. حتى احنا عندنا منظومة قاعدة تبني وقاعدة تريقل وقاعدة تقدم وقاعدة منورتنا. نشوفوا الفساد في كل بلاصة، البيع والشراء يعيط يا اما يا بابا، النتائج 7-7 4-4، ملاعبية يلعبوا في الرهانات الموازية. الور حتى المغاربة مو مش غير منا، حتى احنا عندنا ما نقولوا في الرياضة التونسية. مش هعطيك مثال المغرب لأنه مثال يحتذى به ويدرس. المغرب في 2009-2010 الملك السادس عمل أكاديمية باش نعطيك شنو صار، لأنها راهنت على التكوين وراهنت على البنية التحتية. تنجمش تلعب كورة بنية تحتية متهرة. نقول
لك المغرب توا مغرب عندها أكثر من 276 ملعب عشب اصطناعي، وأكثر من 70 ملعب عشب طبيعي. عندها 6 ملاعب أومولوجي من الفيفا ومن الكاف. المغرب تقدمت بطلب انها تنظم كاس العالم 26 بالمشاركه، ما ربحتهاش، خذتها الولايات المتحده الامريكيه، ومش تعمل 2030 مع اسبانيا والبرتغال. ثقه كبيره وتعرف ايش قاعده تعمل. التكوين اللي نقول لك عليه اكاديميه محمد السادس، فما 3 من اللي يلعبوا مع ليكيب ناسيونال في 2022 وصلوا مربع ذهبي في الكوب دي موند، فيهم 3 مركز التكوين هذاك، عزين أناحي ونايف أكرد ونصيري من الأكاديمية هذيك. UDC توا أقل من 17 سنة نهائي، يبقى نهائي برك. النهائي فيه 9 لاعبية من مركز الأكاديمية نتاع محمد السادس. مراكز تكوين جهوية بعثتها توا في العيون والقصر وفي أغادير، يعني شيء كبير على البنية التحتية. الجامعة المغربية لأنه فما إرادة سياسية، فما تفكير نتاع جامعة وتمشي نتاع جامعة مغربية اللي حد توصل لهدف معين. حتى الكرة القدم النسائية تطورت في المغرب. نقول لك كأس افريقيا نهائي وصلت سيدات المغرب 2022، الجيش الملكي سيدات بطلات افريقيا 2022 تشحن كأس العالم. يعني كرة قدم المغربية إناثا وذكورا مزدهرة، أول فريق أول كرة قدم نسائية في العالم تعمل 2 مستويات محترفة نتاع نساء في المغرب. اليوم كي نلقى U23 مازالت كي عملت فينال هزته U23 ولا هزته بون بلاعبين كلهم من برا، PSV يعني زلزولي نتاع برشلونة وبتاع PSV وبكراوي يلعب في تولوز. اللي حصل الليلة في الإعلام الجزائري مش مجرد صدمة، ده زلزال بقوة 9 ريختر ضرب الاستديوهات هناك من العاصمة وهران لحد أبعد نقطة ممكن تتخيلوها. المغرب يلعب ضد اسكتلندا، الكل مستني، والبعض هناك كان حاطط إيده على قلمه بيتمنى ويقعد يدعي ويقول يا رب اسكتلندا تعملها، يا رب الاسكتلنديين يرجعوا لنا هيبتنا وينقذونا من الصداع المغاربي ده. لكن بوم، المنتخب المغربي يدخل الملعب، يكتسح، يسيطر، يمرر، ويفوز فوز تاريخي يدرس في كتب كرة القدم. وهنا بقى بدأت الكوميديا السوداء والدراما الحقيقية. وتعالوا نشوف الإعلام الجزائري استقبل الصدمة دي إزاي لايف على الهواء. تدخل الاستوديو الأول تلاقي المذيع وشه أزرق ومخطوف كأن حد سارق محفظته، بيبصي للمحلل اللي جنبه ويقول له فهموني بربكم كيفاش اسكتلندا منتخب عريق، بيلعبوا في المطر، بيلعبوا بخشونة، عندهم دفاع حديدي، بيلعبوا في الدوري الإنجليزي الممتاز، كيفاش المغرب يدخل يسجل الأول والتاني والتالت والرباعية كانت قريبة؟ هذا ماشي عادي، هذا كولسة. والمحلل التاني يضرب الطاولة بإيده لحد ما كوباية المية تدلق ويصرخ نعم أنا أقولها على المباشر وأتحمل مسؤوليتي، هذا كولسة من الكاف والفيفا والطقس والرطوبة. كيفاش اللاعب المغربي يجري 90 دقيقة وما يتعبش، وإسكتلندا أصحاب البنية الجسمانية القوية طاحوا في الملعب؟ هناك سر، لازم نفتح تحقيق. نعم، الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم تعرض لضغط معنوي. أنا شفت الغيوم في السماء كانت مائلة لجهة المغرب، هذا غير منطقي. طب يا سيدي الفاضل، سبت التكتيك وسبت الأهداف العالمية وسبت التمريرات الحاسمة ومسكت في كولسة الطقس والغيوم؟ المغرب فاز باللياقة، بالروح، بالخطط التكتيكية، باللاعبين اللي بيلعبوا بقلب ورويحة ودم. لكن الإعلام هناك رافض يستوعب الصدمة، ودخلوا في مرحلة إنكار الواقع لدرجة تضحك الصخر. تروح لبرنامج تاني تلاقي المذيع عامل اتصال هاتفي مفبرك مع شخص مسمينه الخبير الاستراتيجي في شؤون ما وراء الطبيعة الكروية. المذيع يقول له معنا على الهاتف أستاذ بوجمعة، وش رأيك في فوز المغرب على اسكتلندا؟ يقوم بوجمعة يرد بصوت درامي حزين كأنه في عزاء يا سيدي، الفوز هذا مخدوم، الاسكتلنديين أكلوا أكلاً مش طبيعي قبل المباراة. أنا عندي مصادر تؤكد إن الكسكس المغربي تم تهريبه لغرف تبديل الملابس لمنتخب اسكتلندا، واللاعبين تقلوا وما قدروا يجروا في الملعب. نعم، الكسكسي هو السبب في خسارة اسكتلندا. والتحكيم متحيز، كيفاش يعطيهم ركنية؟ الركنية هذه كانت لازم تكون رمية تماس لاسكتلندا، ومنظومة اللعبة كلها موجهة لحرماننا من الفرحة. وبعيداً عن الضحك والمؤامرات والكسكسي، الصدمة الحقيقية في الإعلام الجزائري تحولت فجأة لجلد ذات رهيب وقاس جداً لما طلع محلل واحد عاقل وصادق وسط الهيصة دي
ودول قليلين للأسف في الاستوديوهات هناك، وقالهم كلام كالحسام قطع به كل الحجج الفاضية، وقام وقالهم: يا ناس بركان من الأعذار والتباكي، شوفوا المغربي فين وصل، شوفوا التخطيط، شوفوا المحترفين، شوفوا الأكاديميات والبنية التحتية والملاعب. إحنا قاعدين نندب ونقول مؤامرة وكولسة ولقجع، وهم شغالين في صمت وبيجيبوا بطولات وانتصارات ورا انتصارات ويكتبوا التاريخ. المغرب يستحق الفوز، والمغرب هرب علينا لسنوات ضوئية في كرة القدم، وإحنا لسه بنناقش العشب والتحكيم. طبعا المحلل المسكين ده ملحقش يكمل كلمتين على بعض، المذيع قاطعه فورا بملامح مرعوبة وطلعوا فاصل إعلاني سريع عن صابون غسيل عشان يلموا الموضوع ويداروا الفضيحة. أما بقى لو سبنا التلفزيون ودخلنا على منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الرياضية هناك، الصدمة تحولت لسكوت تام، صمت القبور. الصفحات التي كانت مجهزة بوستات السخرية قبل الماتش ومستنيين المغرب يخسر بفارغ الصبر عشان يكتبوا خروج مدون وسقوط حر، فجأة وبقدرة قادر كلها قلبت صفحات طبخ وبوستات عن طريقة عمل المحاجب وأخبار الطقس في جزر المالديف، واختفت الأخبار الرياضية تماما كأن الكرة لم تخترع بعد. وفي استوديو ثالث خالص المحلل قعد يبكي حرفيا ويمسح دموعه بلكنة حزينة ويقول: وعلاش إحنا لأ؟ وعلاش هم دايما يفرحوا وإحنا دايما في المشاكل والنكسات؟ يا أخي، لأنهم بيشتغلوا وبيخططوا ببساطة ومن غير لف ودوران. في النهاية الصدمة دي هتحتاج أسابيع عشان الإعلام هناك يستوعبها، والوجع هيفضل شغال طول ما العقلية مبنية على التقليل من إنجازات الجار ومحاولة التغطية على الفشل الداخلي بصناعة أعداء وهميين. المغرب مش محتاج صك غفران أو شهادة نجاح من استوديوهات مضللة بتبيع الوهم. المغرب بيرد دايما في المكان الصح، جوه الملعب، بالكرة الممتعة، بالانتصارات التاريخية التي تجبر العالم كله يقف يسقف، وبأقدام لاعبين بيشرفون الراية المغربية والعربية والإفريقية كاملة في كل المحافل الدولية. مبروك للمملكة المغربية وأسود الأطلس الفوز التاريخي الكاسح على اسكتلندا، وهارد لك من قلبي للإعلام الجزائري. نتمنى لكم ليلة هادئة مع زجاجات المياه الباردة لتهدئة الأعصاب المتوترة. انتوا بقى إيه رأيكم يا جماعة؟ إيه أكتر لقطة أو حجة ضحكتكم في ردود الأفعال دي؟ شاركوني برأيكم في التعليقات تحت، وما تنسوش اللايك المتين، الشير والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد وحصري أولاً بأول. ونشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم. وطبعاً بعد ما قفلنا الفاصل الإعلاني ورجعنا، لقيت المحلل الأول اللي كان بيتكلم عن كولاسة الغيوم والطقس رجع وهو لابس نظارة شمسية جوه الاستوديو. المذيع بيسأله: ياسي محمد، علاش لابس نظارة والبلاتو ضلمة؟ رد عليه بكل ثقة وقال: لأن بريق الفوز المغربي عماني، هذا البريق مخدوم بليزر خارجي من المدرجات. شوفوا الاستخفاف بالعقول وصل لفين. سابوا التكتيك العالي لوليد الرجراكي، وسابوا الجمل التكتيكية اللي اتلعبت في وسط الملعب، وسابوا الضغط العالي اللي خنق لاعبي اسكتلندا في مناطقهم وخلاهم مش عارفين يخرجوا بالكورة، ومسكوا في الليزر والغيوم. والغريب في الموضوع إن المذيع نفسه ساب الماتش وبدأ يعرض لقطات من مباريات قديمة من 10 سنين، وفجأة قال: شوفوا، إحنا في 2014 كنا أفضل. يا سبحان الله، هم عايشين في أطلال الماضي والمغرب بيبني في قطار المستقبل اللي ما بيقفش في محطات البكاء. وفي نفس اللحظة دي تفتح قناة تانية تلاقي الضيف الثالث وهو لاعب سابق ملوش أي علاقة بالتحليل، شادد شعره وبيتكلم بنبرة قهر: اسكتلندا خذلتنا، كيفاش منتخب يلعب في اليورو ويسجلوا عليه 3 و4 بهذا السهولة؟ هذا الفريق الاسكتلندي لازم يتحاسب في البرلمان بتاعهم. هادو ملعبوش كورة، هادو كانوا بيتفسحوا في الملعب. يعني الراجل ساب لوم نفسه وساب لوم المنظومة الرياضية عنده، وقاعد يلوم في دولة اسكتلندا وحكومتها وبرلمانها ليه خسرت من المغرب. والجميل بقى إن الجمهور المغربي على السوشيال ميديا ما سكتش، وبدأوا ينشروا كوميكسات وفيديوهات ميمز بتركب صوت العويل الجزائري على أهداف أسود الأطلس، وبقت حفلة عالمية تضحك من قلبك. الصفحات المغربية والعربية كلها بتتغنى بالبساط الطويلة، بالإنهاء الخرافي للهجمات، وبالثبات الانفعالي لخط الدفاع اللي وقف زي السد المنيع قدام الكرات العرضية الاسكتلندية. وفي الناحية التانية الإعلام الرياضي هناك لسه بيحاول يلاقي ثغرة قانونية، لدرجة إن واحد منهم طلع ورقة وقلم وقعد يحسب المسافة بين خط المرمى وبين الكورة وقال:
الهدف الثاني فيه شك. الكرة تجاوزت الخط ب0.0001 ملم قبل ما تتمرر. خلاص، جنون الكرة عم العيون. لكن الحقيقة اللي بتوجعهم دايماً وهتفضل توجعهم إن كرة القدم بتعطي للي بيعطيها، بتعطي للي بيعرق في المعسكرات، للي بيبني ملاعب على أعلى مستوى، للي بيجيب محترفين بيلعبوا في توب ليفل في أوروبا ويحطهم في منظومة جماعية محترمة، مش للي قاعد ورا المايك يوزع اتهامات يمين وشمال ويخترع قصص ألف ليلة وليلة عشان يداري على خيبته. المغرب النهاردة بيمثل نموذج للنجاح الإفريقي والعربي اللي شرف، وكل ما زاد الصراخ والعويل في الاستديوهات دي كل ما تأكدنا إن الأسود ماشية في الطريق الصح وبتسجل أهدافها في المرمى وفي جبهات المشككين في نفس الوقت. وعشان كده بنقولها للمرة المليون: القافلة تسير والأسود تزأر في الملاعب، وسيبوا البلاتوهات تعيشوا في الأوهام والقصص الخيالية.